السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبر هام جدا: إيقاف بطاقات التموين واستبدالها بالكارت الموحد. تابع معايا علشان تفهم كل حاجة ومحدش يضحك عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الأيام اللي فاتت تم تداول أخبار إنه هيتم إيقاف بطاقات التموين واستبدالها بالكارت الموحد، وده في إطار التعاون بين وزارة التموين والبريد المصري. القصة كلها كالتالي: الموضوع حاليا بيتم تطبيقه في محافظة بورسعيد علشان يشوفوا التجربة هتنجح أو لا. في نفس الوقت مش معنى انك لازم تلتزم بالكارت الموحد ده انك تلغي بطاقة التموين. كل ده في اطار انه بطاقة التموين ما تكونش عند التاجر، ما تكونش عند صاحب مخبز العيش، ما تكونش مع حد غيرك. استبدالها بالكارت الموحد هو ان البطاقة ما تكونش مع حد غيرك. ده المقصود او المطلوب من قصة الكارت الموحد. لكن حاليا حتى لو تم تطبيق الكارت الموحد مش إجباري عليك أو فرض عليك إنك تجيب الكارت الموحد وتستبدله ببطاقة التموين. عايز تفضل ببطاقة التموين مفيش مشكلة، عايز تبدله بالكارت الموحد برضه مفيش مشكلة. بس ده كله هنعرفه بعد تجربة محافظة بورسعيد. دي القصة كلها ودي الحدوتة كلها، عشان الناس ما تقولكش البطاقة هتقف، البطاقة هتتغير، البطاقة فيها وفيها. محدش يسمع الكلام ده. قلنا وبنقول تاني: هيتم استبدال بطاقة التموين بالكارت الموحد ده بعد تجربة بورسعيد. لو نجحت هيطبقوها على الكل، وفي نفس الوقت مش هتكون إجبارية. لايك في كل مكان، شير في كل مكان علشان الناس كلها تعرف وتستفيد. السلام عليكم.